لو نفسكم تعملوا كحك العيد ناعم بيدوب في البُق زي كحك المحلات بالضبط، تعالوا أقول لكم سر كحك المحلات على البارد إزاي يطلع بنفس الطعم، وكمان النعومة والشكل، وهاقول لكم إزاي تضبطوا مقدار الخميرة والسوايل، وإزاي كمان تسووه ويطلع معاكم بلون دهبي جميل، والأهم إنه ما يشققش معاكم في الفرن. هاقول لكم سر التسوية بتاعته، كل أسرار كحك المحلات على البارد هتعرفوها معايا في الفيديو ده. خطوة صغيرة لو عملتوها أوعدكم إن عمره ما يفشل معاكم تاني أبدًا. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو النهاردة. بسم الله. مقادير الكحك النهاردة هنعمل كيلو من الدقيق. مقدار كيلو من الدقيق هيكون عندي 550 جرام سمنة. الستاندر هو ال 500 بس أنا بحبه ناعم شوية، وكمان بقلل فيه كمية السوائل فهستعمل 550 جرام من السمنة. كمان عندي 60 جرام من السكر البودر، حوالي 3 معالق كبار من السكر، لازم يكون بودر. كمان عندي خميرة بيكنج باودر وبهارات الكحك. تعالى أكلمكم على خميرة الكحك. أغلبنا عارفين إن كحك المحلات بيتعمل بالبيكنج باودر، بس ده طبعا بعيد جدا عن الكحك العيد المصري بتاعنا بتاع أمهاتنا. فاحنا هنعمل إيه؟ هندمج الطريقتين مع بعض. احنا مش هنلعب في الثوابت، احنا هناخد الطريقتين البيتي مع طريقة المحلات ونعمل إيه؟ هنضيف 5 جرام خميرة وكمان 5 جرام بيكنج باودر. طيب لو احنا ما عندناش ميزان هتبقى الخميرة معايا معلقة صغيرة ممسوحة، والبيكنج باودر نص معلقة صغيرة. ما تكتروش خميرة عن كده وما تكتروش بيكنج باودر عن كده عشان ما يفرش معاكم في الفرن والرسمة تروح وهينفش ويبقى شكله مش أحسن حاجة. تمام، اتكلمنا على الخميرة والبيكنج باودر. عندي هنا معلقة صغيرة من بهارات الكحك. بهارات الكحك دي بجيبها أنا عند عطار ثقة، ريحتها قوية جدا جدا فمش بستعمل منها كتير، فمعلقة صغيرة كافية قوي. لو بتجيبوا البهارات اللي هي الفاتحة خالص دي اللي لونها فاتح حطوا منها معلقة كبيرة. كمان عندي 30 جرام من السمسم. انا بقول لكم بالمعلقه وبقول لكم كمان بالميزان. 30 جرام دول حوالي معلقتين كبار من السمسم. انا عندي هنا السمسم ابيض لان بحب احمصه في البيت. تحميصه البيت بتدي ريحه وطعم حلوين قوي قوي للكحك، غير السمسم الاحمر اللي بيغمق لي الكحكايه، بيبقى فيها نقط غامقه في الكحكايه. كمان عندي كيلو من الدقيق يكون بتاع كحك وبسكوت. ممكن تجيبوه سايب من عطار ثقة وممكن تجيبوا كمان المغلف. كمان عندي 150 ملي من المية أو 150 جرام من المية، بما يعادل كوباية إلا ربع من المية. الكحك النهاردة هنعمله بالمية لأن اللبن ما بيطولش عمر الكحكاية. هاخد الدقيق بتاعنا هحط عليه رشة ملح، هحط عليه البيكنج باودر والخميرة وكمان بهارات الكحك ونقلبهم. وهناخد السمسم نحمصه لحد ما يبقى لونه أشقر فاتح، ونضيفه على الدقيق والخميرة والبيكنج باودر والملح وبهارات الكحك وأقلب حلو جدا جدا. هسيب بقى الدقيق بالمواد الجافة على جنب، نبتدي إن احنا نعجن العجينة. أنا هشتغل النهاردة في العجين، بس لو ما عندناش عجين مفيش أي مشكلة. لو عندنا مضرب بتاع البيض بتاع الكيك اعملوا الخطوة ديت. أنا هعمل إيه؟ هضرب 550 جرام السمنة على 60 جرام السكر، يعني هضرب السكر مع السمنة لحد ما لونها يفتح خالص والسكر يدوب. بس اقول لكم كمان ان احنا ممكن نستعمل روح الموز لو حابين، يعني في ناس بتحب الطعم القديم البيتي ده، حطوا لو انتوا حابين طعمه تمام حطوه. ضربت السكر مع السمنة حلو جدا لحد ما القوام بقى تقيل وفتح لونه وبقى عامل زي الكريمة، زي الكريمة الشانتيه كده. اخد جوانب الحلة بتاعة العجان علشان كل المقدار بتاع السمنة يختلط بنفس الطريقة وبنفس النعومة. بعد كده هنبس العجينة. الكحك يعني بس ما بستيش العجينة بتاعتك كويس، الكحك بتاعك هيشقق، هيبقى شكله فيه خطوط كده، شكله مش احسن حاجة، ما بيكونش ناعم زي ما شفتوه معايا في اول الفيديو. فاهم حاجة تبسوا الكحك. دي اول مرحلة، ان العجينه لمت معايا وتفتكروا انه كده خلاص اتبس. لكن احنا لو بصينا عليها هنلاقيها لسه ناشفه شويه. لا انا مش عايزه اوصل للمرحله دي، انا عايزه بس تاني اقعدي بستي فيه بستي فيه لحد ما ينعم يبقى بالشكل ده. بصوا بين راحه ايديكم تبداوا تفركوا السمنه مع الدقيق حلو جدا. هشغل عليها العجان تاني. لو احنا بنشتغل بعجان هتاخد معاكم 3 4 دقايق بالكتير، لو بتشتغلوا على ايديكم 10 دقايق وهتكون جاهزه. بصوا بقى القوام ده معجنة، يعني المصطلح الصحيح هي معجنة، هي عجينة معجنة. بس خلاص أنا وصلت للمرحلة دي، هبتدي أعمل إيه؟ هضيف السوائل. وهنا بقى تخلوا بالكم
هي لفة والتانية لو شغالين بالعجين. لو شغالين بإيدينا أنا بدخل المية في العجينة حلو بالراحة من غير عجن، نفتح كده يعني كف إيدينا وإحنا بنعجن. يا دوبك هي لفة واحدة بس، وهبتدي إن أنا أختبرها إزاي؟ أعرف منين إن عجينتي مظبوطة؟ بتقطع معايا، لو عملت معاكي عرق يبقى انتي كحكك مش مظبوط. بس ليه علاجه هقولك عليه في خطوة اللي أنا بقولك عليها اللي هي مهمة قوي. تمام، هنختبر معانا العجينة. أنا متأكدة من المقدار بتاعي فما اختبرتش أنا على العجين. نكور كده حتة عجين وبنضغط عليها، ما عملتش معايا أي تشققات، يبقى كده العجينة بتاعتنا جاهزة. احنا بنشتغل على طول؟ لا مش هشتغل على طول، عشان كده قلت لكم أنا طريقتي بعمل ميكس ما بين الاتنين. اغطي العجينة واحطها في التلاجة ساعتين، ساعتين بس، واطلعها الفها لفه في العجين او ابستها تاني على ايدي. هتقولي لي ايه ده؟ طب ما ممكن الجلوتين يتفعل تاني. اقول لكم لا، التلاجة وقفت معايا الجلوتين، فحصل ايه؟ هبستها تاني هتنعم معايا، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لونها هيفتح، هتبقى طريه قوي، تبقى سهله في التشكيل. جربوا الخطوه الصغيره دي وهتدعوا لي ان شاء الله. الحشو هنا انا عندي هنا ملبن، نص كيلو من الملبن. هعمل النهارده حشوه ملبن وعين جمل. لازم افرم عين الجمل حلو قوي قوي، عشان لما اضغط على الكحكايه بالبصامه ما تشققش معايا وتفتح. هحط معلقه صغيره من السمنه، برضو ما تزودوش سمنه لان السمنه ممكن تغلي في الفرن، يعني ممكن تكونوا مش ظابطين درجه الحراره كويس فتغلي معاكم في الفرن والكحكايه تفتح، واحنا مش عايزين كده. معلقه صغيره من السمنه على نص كيلو الملبن، وهضيف عليه عين الجمل المفروم اللي انا فرماه ناعم قوي. عين الجمل دول حوالي 80 جرام يعني، او 100 جرام يعني. عايزين تزودوا تاني زودوا، بس الافضل ان احنا ما نزودش يعني كميه عين جمل كتير بما اننا هنضغط بالبصامه. عجنت بقى السمنه مع عين الجمل والملبن كويس قوي، وهنبدا ان احنا نكوره. لو هيبدا يلزق معاكم نقطه زيت صغيره قوي تمسحوا بيها ايديكم اول باول، وكوروا الملبن هنا وزنه يعني قد الزيتونه الكبيره، حوالي 5 جرام. طبعا انا عشان متعوده اعمل كل سنه، فانا عارفه المقدار وعارفه ازاي اقطع العجينه بمقاس مظبوط وبمعيار مظبوط وبوزن مظبوط كمان. الخطوة اللي قُلت لكم عليها بقى، أنا هنا بستها للمرّة التانية، أو يعني عجنتها خدمتها للمرّة التانية في العجّان، بس عشان الفيديو ما يطولش معاكم، أنا باقول لكم أنا عملت إيه بالضبط، وربنا شاهد على كلامي. باختبرها تاني، عايزة أقول لكم إن هي فعلًا ملبن، يعني هي ما أقدرش أقول لكم على نعوميتها عاملة إزاي. فتحت معايا طبعًا مع الضربة التانية، بس أقول لكم إن إحنا ما نبِسّش فيها ياما، يعني هي دقيقة واحدة بس على إيديكِ، ولو في العجّان بتعدّي 20 ثانية بالضبط وتوقّفي، أو 30 ثانية بالكتير، وتختبريها وتشوفيها، وبس كده. هنبتدي إن إحنا نكوّر العجينة، ونبتدي إن إحنا نحضّر العجين. هنعمل إيه؟ هنكوّر كل كورة حوالي 20 جرام، ممكن كمان توصّليها ل25 جرام بس بتبقى كبيرة شوية. ده المقاس الستاندر بتاع المحلات. الكحكاية بتبقى 20، العجينة بتبقى 20، والحشو بيبقى 5، مجموعهم 25. هناخد كورة من العجين ونفرغها من النص ونحط جواها الحشوة ونقفل عليها كويس قوي. وانتوا بتقفلوا حاولوا تقفلوا ايديكوا شويه. بصوا انا قافله ايدي ازاي، عامله زي كانها قبه كده على الكحكايه، عشان الكحكايه ما يطلعش ليها بواس كده من اليمين والشمال وتطلع مدوره بالظبط. بصوا انا بقول لكم كل التفاصيل عشان ان شاء الله يطلع معاكم الكحكه حلو، وتدعوا لي. انا مش طالبه غير دعوه حلوه ولايك كمان منكم. بنشكل كل العجين، ممكن تعملوا بقى بالمنقاش لو عندكم وقت، او بالبسطامه زي ما عملت، بس تضغطوا بسيط قوي لان ده كحك محشي وفي عين جمل جوه وفي ملبن، فهي ضغطه بسيطه بس ايه، ببين الرسمه مش اكتر، وعشان بس سكر باودر يثبت عليه. عملت الكميه كلها، اخدت معايا حوالي 3 سيجون. تعالوا اكلمكم على التسويه عشان ما يشققش معاكم ويطلع بلون ذهبي حلو كده. اول حاجه انا بشغل الفرن بتاعي لمده تلت ساعه على درجه حراره 200، وبعد كده بادخّل الصينية بتاعتي بعد تِلت ساعة تشغيل، بادخّل الصينية على درجة حرارة 200 في الشبكة اللي في النُص، وبعد ربع ساعة روحي بُصّي عليه وشوفيه لو أخد لون أشقر حلو من تحت، مش أشقر فاتح، أشقر حلو كده، خلاص طفّي وشغّلي الشواية. لو ما فيش مروحة شغّلي الشواية يا دوبك بالضبط كده نُص دقيقة، دقيقة بالكتير، علشان أنا مش عايزاه يلوِّن أوي من فوق، لإن لو لوِّن زيادة ممكن يفتّح معاكِ، لإنه كده already هو مستوي. فإحنا بندّي له لون أشقر خفيف خالص. هي دقيقة واحدة بالكتير على الشواية أو أقل كمان، وطلّعي الصينية بتاعتِك. هتحسّي إن هي بيضة، لأ هي مش بيضة، كل ما الكحك بيقعد هو السمنة بتسوّي لي الكحك أكتر وأكتر،
هتلاقوه أخد معاكم لون بعد التسوية. بتسيبي السيجان بتاعتك الكحك فيها زي ما هو، ما تلمسهوش ولا تيجي ناحيته لمدة نص ساعة، وابدأي شيليه وقدميه بالشكل الحلو ده. أعتقد إن هو نفس شكل كحك المحلات بالظبط، والطعم كمان والله هيبهركم، طعمه حلو جدا. كحكاية كده ماسكة محققة درجة الحرارة صح، هيطلع معاكي مظبوط إن شاء الله. رشة سكر بودر بقى، لأن لازم سكر البودر على كحك العيد. كحكايتنا بصوا تحفة ولا غلطة، واخدة بومبي كده، واخدة شكل البومبي. بصوا النعومة بتاعته ناعم قوي، أنا مبطئة شوية بس هو كان فعلا بيدوب في البق. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو في أي سؤال اكتبولي في الكومنتات، أنا برد على الناس كلها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو أول مرة بتشوفوني أشوفكم على خير في وصفة جديدة أو فيديو جديد. كان معاكم شيماء، ومع السلامة.